بص بقى يا صاحبي، انت ممنوع تموت. في مدينه بتطبق قاعده ممنوع الموت، وده لانهم بيمنعوا دفن الموتى، لان التلج اللي هناك مش هيخلي الجثث تتحلل، ده بيجمدها. يعني انت لو مت هناك هتفضل متحنط ليوم القيامه. وعشان ما يفوتوش اي فرصه ممنوع نحرق الجثث. الناس هناك ما ينفعش تمشي من غير سلاح ناري. خد بالك وهو بيتمشى كده وسط الجبال ممكن يطلع عليه دب اصل هو بيتمشى كده وسط الجبال ممكن يلاقي دبه قطبيه اموره تطلع عليه وتاكله. الناس اللي هناك بقى عندها ترابط جامد قوي، اصل اسره مع بعضينا. اما بقى لو انت حبيت تسافر وتخرج من هناك ومش عاجباك بقى العيشه دي، فانت هتتزحلق شويه، لانك هتسافر بعربيات التلج والقوارب او الزلاجات. لو مش عارفها البتاع اللي هم بيعملوها بيمشي بيها في الجليد. المدينه دي بقى للناس الليليه، بيسموها الليله القطبيه نايت بولر. المدينه دي بقى موجوده في اعماق ارخبيل سفاربالد النرويج بمدينه لونجيربين القطبيه الشماليه. واسمع مني وتراجعش ورايا، سكانها اكتر من 2000 نسمه. تقولي اكيد يا حبه عيني عندهم نقص فيتامين د، وممكن تلاقيهم عندهم نسبه دهون اعلى تحت الجلد، وده بيشتغل كعازل طبيعي ضد البرد. وبيحصل عندهم تضييق للاوعيه الدمويه القريبه من الجلد علشان يقللوا فقدان الحراره، وده بيخلي الاطراف اللي هي الايدين والرجلين ابرد شويه، لكن بيحافظ على حراره الاعضاء الحيويه. الناس هناك بتتعرض لغياب كامل لاشعه الشمس المباشره لفترات طويله، وده زي ما قلت لكم انه بيأثر على انتاج فيتامين دي، وكمان ممكن يأثر على الساعه البيولوجيه والنوم. وبعض الناس هناك بيعانوا من اضطرابات المزاج الموسميه، وده بسبب طبعا قله الضوء اللي هم بيشوفوه، لكنهم بيقدروا يتكيفوا ويتعاملوا مع ده بطرق حياه معينه واضاءه صناعيه. الغريب بقى في الموضوع انه عندهم كل الخدمات، سوبر ماركت ماشي، مدرسه وماله، سينما زاويه، لا طبعا بضحك معاك، سينما يعني كنيسه، يعني حياه طبيعيه بس في ظروف مش طبيعيه. من نهايه بقى شهر اكتوبر لنص شهر فبراير بتبقى فتره اسمها الليل القطبي. في الفتره دي ما بيبقاش فيه اي اشعه شمس مباشره، وبرده مش بتبقى ضلمه كحل طول اليوم. حيرتينا يا بلد. يومهم كانه غروب مستمر. الفتره بقى اللي بتبقى كحل تماما تقريبا من نص ديسمبر لنص يناير. وعندهم فتره ثانيه اسمها شمس منتصف الليل، بتبقى من نص شهر ابريل لاخر شهر اغسطس. من الاخر كده يا صديقي، الحياه عندهم عامله زي ميكس بلو بيري، حلو بس مزز. حياتهم حلوه بس قاسيه، عندهم انتماء بس الحي ابقى مميت، مش حر بس تلج. فهل انت بقى مستعد تعيش في مدينه حيث الشمس مجرد ذكرى والموت ممنوع، والدبابه ممكن تسلم عليك الصبح عادي جدا؟